بونجور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اخدنا الفيديو اللي فات ازاي ننطق الحروف الفرنساوي الالفابي ان فرونسي، وعرفنا ان الحروف الكابيتال الكبيره اسمها ماجسكول والحروف الصغيره اسمها مينيسكول. وعرفنا كمان ان الفرنسي الكلمات فيه بتبقى الحروف فيها مشبكه في بعضها، وده هنعرف ازاي وهنتعلم نكتبه سوا. هنبتدي النهارده بحروف A B C، هنعملهم مع بعض ازاي نكتبهم ماجسكول وازاي نكتبهم مينيسكول. ويا ريت نحضر مع بعض ورقه وقلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا حرف الA مكتوب بالماجسكول ومكتوب بالمينيسكول، يعني بالكابيتال لتر وبالسمول لتر، وزي ما اتفقنا هنقول ماجسكول ومينيسكول ونحفظ مع بعض كويس قوي. حرف الآ يا جماعة أول حرف في حروف الفرنسي، تعالوا مع بعض نكتبه سوا. حرف الآ زي ما احنا شايفين شكله كده، في كده رسمة، يعني في كده سيركل من هنا وسيركل من هنا. بنعمل دايرة كده في الأول ونطلع لفوق وننزل تاني، وبعد كده بنعمل خط كده. نجرب تاني مع بعض، نعمل دايرة مفتوحة ونطلع لفوق وننزل تاني ونعمل دايرة برضو مفتوحة من الناحية التانية، وبعدين بنحط خط كده بالعرض. ده كده شكل حرف الآ ماجسكول. هو ممكن في الأول الحروف تبان صعبة في كتابتها، لكن لما بنكتب ونكرر بتبقى سهلة جدا ونحفظها بسهولة. ونجرب تاني مع بعض، نعمل نص سيركل ونطلع لفوق وننزل تاني نص سيركل من الناحية التانية، وبعد كده بنعمل خط كده. ده حرف الآ الماجسكول. لو احنا عملناه كده مش هيبقى غلط، هيبقى شبه حروف الانجليش بس مش هيبقى غلط برضو، لكن هو ده الصح اللي احنا بنتعلمه في الفرنسي. اما بقى الحرف الآ لو هو مينيسكول يعني صغير، موجود في كلمة عادية او في نص الكلمة، بيبقى شكله كده طبعا زي حرف الآ في الانجليش، دايرة عادية خالص، وبقى كده بنعمل له ايه، خط كده عشان نربط ما بينه وبين الحروف التانية. ولو حرف الآ في اخر الكلمة بيبقى شكله كده، بيبقى عادي وبنعمل له شرطة كده لتحت. تمام، ده كده حرف الآ. حرف الآ. طيب لو عندنا اكزامبل، عايزين نقول اكزامبل، عندنا كلمة افيون. افيون 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 معناها طيارة. افيون. عندنا كمان هنا مثلا كلمة ان، يمكن هي مش واضحة قوي. ان عبارة عن ان او، ان يعني حمار او حمار، انا اسفة يعني. ان. عندنا كمان كلمة اج. اج معناها سن. عندنا كمان كلمة اني يعني سنة. كلمة اني معناها سنة. في كلمات كتير قوي بتبدأ بحرف الآ. وكمان خلينا عارفين ان احنا لما بنقول حرف، بنقول اسم علم يعني اسم شخص مثلا زي احمد او علي، بنستخدم طبعا الحرف لازم يكون في الماجسكول بالشكل ده. يعني مثلا بنكتب احمد بيبقى كده شكله احمد، ونراعي ان احنا نشبك الحروف في بعضها طبعا اهم حاجه عشان نعمل الكلمه صح. كلمه افيون معناها طياره، زي ما احنا شايفين هنا بيوريك ازاي تكتب الكلمه صح وتشبك الحروف في بعض. افيون. طبعا الورق ده كويس جدا، اللي يحب يطبعه ان شاء الله هبعت لكم اللينك علشان تتعلم صح وتكتب صح. ده كده حرف الآ وأمثلة عليه وطريقة كتابته ماجسكول ومينيسكول. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده حرف البي. قدامنا دلوقتي حرف البي ماجسكول ومينيسكول. ده حرف البي ماجسكول وحرف البي هنا مينيسكول. يلا بينا مع بعض نعرف ازاي طريقة كتابته. شايفين الورقة قدامنا مرسوم فيها الخطوط اللي انت مفروض تكتب عليها حرف البي. طبعا انا بالنسبة لي عشان حافظة عارفة كويس قوي انها بتتكتب بطريقة معينة او ليها رسمة معينة. انت بقى ايه، يا ريت تطبع ورق من على النت او تجيب ورقة وقلم وتحاول تقلد الحروف دي، او تطبع الورق ده لو تحب طبعا. تمام. عندنا هنا حرف البي. بي ده شكله هو ماجسكول وده شكله هو مينيسكول. حرف البي بنعمل الاول بعصايه كده ونص دايره صغننه خالص، وبعدين بنبتدي نعمل لها دايره كده كيرف، وبنعمل دايره تانية تحتها ونطلعها كده. ده حرف البي. او بنعمل لها الكيرف ده كده وناخد دايره تانية وناخد يعني اهو بالشكل ده. يعني ممكن كده صح وممكن كده صح. طب لو انت عايز تكتبه كده، عايز تكتبه كده مثلا، برضو كده صح، مفيش اي مشكله. الفكره كلها في حروف الفرنسيه ايه، ان هي
فيها رسمه كده، فيها كيرفات، تمام. فهو ده هي دي الميزه او هي دي الفكره. اما بقى حرف البي لو هي مينيسكول بيبقى شكلها كده، بتبقى وبنعمل لها كده عشان نربطها بالحرف اللي وراها، او بنعملها كده مثلا ونعمل سطر كده عادي بالشكل ده برضو، كده صح وكده صح. ده كده حرف البي ماجسكول والبي مينيسكول. طيب اكزامبل على حرف البي عندنا هنا بالن، 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 وشايفين ازاي مكتوبه الحروف جنب بعضها ومشبكه. بالن، بالن اللي هو الحوت. عندنا كمان كلمات تانية تحت نقراها سوا. كلمة بوني، بوني، بوني اللي هو غطا الراس اللي في الشتاء اللي بنلبسه لما نبقى سقعانين، الايس كاب. بوني، شايفين البي شكلها عامل ازاي. كمان عندنا كلمة بيبي، بيبي يعني بيبي، بيبي. وعندنا كمان كلمة بانان، بانان يعني موزة. يبقى احنا عندنا فوق بالان اهي قدامنا الحوت، وعندنا بوني، بيبي، بانان، بوني، بيبي، بانان. ده كده حرف البي. يلا بينا نعمل مع بعض حرف السي. حرف السي سهل جدا في كتابته، شكله في الماجسكول زي المينيسكول، مفيش اي مشكله فيه. حرف السي عباره عن دايره كده مفتوحه، والفتحه نفتح يعني ما نعملهاش كده قريبه من بعضها كانها هتقفل على بعضها، هتبقى شكلها كده مفتوحه شويه اهو. ده كده الماجسكول، وده المينيسكول بتاعها ما فيهوش اي حاجه. ده حرف السي زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب لو احنا دلوقتي عندنا كلمة زي كلمة سيزو، سيزو يعني معناها مقص. السيزو اللي هو ايه؟ اللي هو المقص. كلمة سيزو نركز في حرف السي هنلاقي ان هو نص دايرة كده، وطبعا لازم يكون مشبوك في الحرف اللي وراها. سيزو، سيزو، سيزو معناها مقص. طيب الاكس اللي في الاخر دي مش بننطقها ليه؟ لان سيزو دي كلمه جمع، والاكس دي مش منطوقه، احنا حاطينها عشان نبين ان السيزو جمع. طب هتقولوا لي السيزو ده مقص يعني واحد، هقول لكم لا، السيزو فيه 2 ايد، يعني ايد وايد، هما 2، هما بير، تمام. فالايد دي والايد دي يعملوا 2 مع بعض، فلازم السيزو يبقى جمع واخره اكس. ولما نتكلم على السيزون نتكلم على اساس ان هو حاجه جمع. يعني لما بنقول مثلا هناخد بعد كده ارتيكل الادوات هنستخدمه كانه جمع، هنتعامل معاه على اساس ان هو جمع حتى لو هو قدامنا مقص واحد. طالما في 2 بير او 2 جزئين كده يبقى ده كده جمع سيزو. عندنا مثل على حرف السي زي كلمه سيزو. عندنا هنا كلمه هنا شا، شا يا رب تكون واضحة. سي اش ا تي، شا معناها قطة، تمام. عندنا شا نكتبها مع بعض، شا. عندنا كمان شيان، شا معناها قط، وشيان معناها كلب. كل دي كلمات فيها حرف السي. هنخلص النهارده كده. احنا خدنا النهارده ا بي سي، اتعلمنا ازاي نكتبهم مع بعض. قدامنا هنا A B C. المرة اللي جاية هنكمل مع بعض بقية الحروف، وهنبتدي الفيديو من حرف ال D. أشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي وأقول لكم au revoir، باي باي.